اهلا وسهلا بكم في قناتنا. هنا تلقاو كل جديد وبزاف ديال المفاجآت. الا كنتو جدد هنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا الجرس باش ما يفوتكم والو. شفتوا الثمن ديال الطماطم غليت بزاف، ثمنها طار، راه ما بقاوش قادرين يشريو. ما بقاوش عندنا اللي نعيشوا، كل شيء غالي اليوم. شنو غادي نديروا مع هاد الوقود اللي طار ثمنه؟ هادي 100 درهم ما عطاتنا والو. الوضع كيبان صعيب، فين غادي نمشيو في هذا الغلاء؟ الاسعار فقط الحدود، خاصنا شي حلول سريعه. شوفوا الثمن، راه مبالغ فيه. الناس ما عندهم حتى فلوس باش يعمروا، كيفاش غادي يدوزوا في هذه الازمه؟ والله حتى حنا بديت نعيشوا في هذه الازمه ديال الغلاء، واخا نحاولوا نوفروا. حتى الحليب غلا، الطماطم، الدجاج، كل شيء طالع، وحتى الماكله ولات غاليه بزاف. فين مشى الماكله؟ كل شيء غالي. هاد الاسعار ما كيتماشيو مع الوضع. هذه الحرب في الشرق الأوسط هي السبب في كل شيء. ارتفاع الاسعار بسبب الوضع العالمي. المطاعم بغاو يتخلصوا كل شيء. كل شيء كيطلع في الثمن، واش غادي نصرفوا كل هاد الفلوس على الاكل؟ الاسعار في السوق كيطلعوا كل نهار. الوضع راه صعيب، بغينا شي حلول. شوفوا الناس كل واحد معصب. الوضع زاد سوء والكل كيواجهوا نفس الأزمة. كيفاش غادي نكملوا على هذا الثمن ديال الوقود؟ هاد الوضع داير ازمه كبيره في المجتمع. راه بغينا تغيير، كما قلنا المعيشه ولات صعيبه. المستقبل كيضحك علينا، ولكن إن شاء الله غادي يتبدل الوضع. نحتاجوا تغييرات في كل شيء. شوف شحال غلا الترانسبور ديال الطوبيس، حتى الطاكسي ولا غالي. اسعار ديال النقل في الطوبيس والطاكسي زادت بزاف، الناس ما بقاو قادرين يسافروا. كنتمنى نوصلوا لعيد الاضحى بسلام، ولكن شحال غالي الثمن ديال الاضحيه هذا العام؟ بزاف. العام هاد الاضاحي غلاو بزاف، وحنا دابا غادي نواجهوا المشاكل الماليه. شوف شحال غلا الاضحيه، 5000 درهم، وانا ما عنديش هاد الفلوس. وضع الناس كيبقى صعيب مع هاد الغلاء، حنا في مرحله ماشي سهله. البطاله زايده بشكل مخيف، الناس كيبحثوا على خدمه وما لقاو حتى حاجه. وهاد الاجور الزاهده ماشي كافيه باش يعيشوا الناس، الوضع صعيب. حتى العيد خاصو يكون فيه الفرح، ولكن هذا الغلاء ديال الأضاحي كيدير الواحد يحس بالحزن. الاوضاع الاقتصاديه الصعيبه بلاد. كيجيني أنه حتى الفقراء ما غاديش يقدروا يذبحوا أضحية في العيد. هذه ازمه حقيقيه. حتى العيد ما بقاوش قادرين يحتفلوا به بشكل عادي. كل شيء غالي، من نقل الاضاحي، والناس غادي يبقاو يعانيوا من البطاله والاجور الزاهده. واش غادي يكون في شي وقت حلول في هذه الازمه؟ شوفوا دايرين في دائره ما كتسكتش. الاسعار كيطلعوا والبطاله كتزيد والناس في الحاجه للمساعده. انا عارف المواطنين يحتاجوا حلول فعالة من الحكومة، ولكن غلاء الأسعار والبطالة غادي يستمروا في التأثير على حياتنا. بغينا نهضروا مع المسؤولين باش يلقاو حلول في المستقبل. الا ما كانش تغيير غادي نعيشوا. الواقع صعيب، الواقع صعيب، ولكن خصنا نبقاو واقفين، نبقاو نطالبوا بحلول، نطالبوا بحياة أفضل. حتى لو كان الطريق بعيد غادي نبقى. التحديات كبيرة، لكن الامل في التغيير موجود دائما. صحيح، وتضامننا هو قوتنا. ما تنساوش تشاركوا الفيديو وديروا اشتراك باش يصلكم كل جديد، ما تفوتوش اي فيديو. اضغطوا على الجرس وكونوا ديما معنا.